لو انت يا صديقي فاكر ان انت لازم تتمرن بقوة 100% 365 يوم في السنة عشان يا صديقي تبقى محترف بشكل اسرع او محترف اكتر، تهيؤا منك ان ده اللي كل المقاتلين المحترفين بيعملوه، فللاسف يا صديقي خليني اقول لك ان ده ابعد ما يكون عن الواقع. ولكن يا صديقي لو انت عايز تتمرن فعلا زي المحترفين وتقسم السنه بتاعتك او الموسم بتاعك زي المحترفين فعلا، فلازم تكمل معايا الفيديو ده للاخر عشان انا مش هبخل عليك باي معلومه، وهقول لك كل الحاجات اللي المحترفين بيعملوها بالظبط وبيقسموا سنتهم ازاي. بس قبل ما نبدا يا صديقي انا طالب منك طلب صغير، ان انت تعمل لايك للفيديو وتشترك عندي في القناه عشان بجد هنعمل فيديوهات كتيره جايه حلوه جدا 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 ولازم ما تفوتكش. وبس كده يلا بينا نبدا في الفيديو يا صديقي. اول حاجه لازم نفهمها مع بعض يا صديقي وهي ان السنه بتاعه المقاتل المحترف مش بتبقى يعني حته واحده او جزء واحد، لا يا صديقي دي بتكون متقسمه لثلاث مراحل او ثلاث فترات تدريبيه. اول مرحله يا صديقي وهي اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي، وهي المرحله يا صديقي اللي بيكون مش متحدد فيها فايت للمقاتل، يعني هو قاعد مش وراه حاجه، مفيش فايت وراه. عايز اقول لك يا صديقي ان دي بتبقى اكتر فتره المقاتل مرتاح فيها، وما تفهمنيش غلط، هو بيبقى بيتدرب كل يوم برده والتمرين مستمر وكل حاجه، ولكن يا صديقي هو مش بيبقى هدفه خالص ان هو ينزل يموت نفسه في التمرين. هتقول لي امال بيتمرن لله وللوطن؟ يعني هقول لك لا يا صديقي مش بيتمرن لله وللوطن، عشان انا بحترم عقلك يا عزيزي المشاهد. فهقول لك يا صديقي ان هو بيتمرن في الفتره دي علشان يركز على تقويه نقط الضعف اللي عنده كمقاتل. يعني مثلا لو هو لاعب اي والاسترايكنج عنده وحش، في الفتره دي هو بيبقى عنده وقت كافي ان هو يركز ان هو يقوي الاسترايكنج بتاعه، يشتغل على تمارين الاسترايكنج وتمارين القوه الانفجاريه، اللي بالمناسبه انا عايز اعمل حلقه كامله عن القوه الانفجاريه وازاي تمرنها في الجيم او حتى عندك في البيت، فلو عايزين الفكره دي اكتبوا لي تحت في التعليقات. نرجع تاني يا صديقي لموضوعنا، لو هو مثلا ضعيف في الجرابلينج او في المصارعه بيقوي الحته دي عنده في الفتره دي، لان الفتره دي هو مش بيبقى مركز على حاجه معينه او ماتش معين او خصم معين يحلله مثلا، فبيبقى عنده وقت فراغ ان هو يركز على الحاجات الضعيفه اللي جواه هو او اللي عنده هو. وبرضه يا صديقي لو هو عنده اصابات او حاسس بالاجهاد شويه، دي الفتره اللي هو بيعمل استشفاء كامل لنفسه فيها، وبيحاول يرجع جسمه يا صديقي او يوصل جسمه لاعلى مستوى من مستويات الراحه والجاهزيه عشان يبقى جاهز في اي وقت يا صديقي ان هو يبقى عنده ماتش. كده يا صديقي احنا خلصنا اول مرحله وهي مرحله ان مفيش ماتش او نزال محدد. تعالى بقى نخش يا صديقي على المرحله الثانيه او الفتره الثانيه من موسم المقاتل المحترف، هو لما يتحدد له نزال. هنا طبعا يا صديقي اول ما بيتحدد ميعاد النزال والفايتر بيعرف الخصم بتاعه الجاي، بنبدا على طول في فتره المعسكر التدريبي. بالمناسبه يا صديقي اغلب المعسكرات التدريبيه للفايترز المحترفين بتكون من 6 ل 10 اسابيع. طبعا يا صديقي اول ما يبدا المعسكر التدريبي اللي احنا زي ما قلنا ان هو من 6 ل 10 اسابيع، بتبدا شده التدريب ترتفع واحده واحده مش مره واحده. شفت يا صديقي السجع في الكلام؟ يعني مش مره واحده بنرفع شده التمرين جدا جدا جدا، ده طبعا هيؤدي لاصابات وارهاق سريع وحاجات كتير، فاحنا واحده واحده كده بناخدها بنرفع شده التمرين. بيبدا يا صديقي يركز على الحاجات الاساسيه في اول اسبوع او اسبوعين في المعسكر زي القوه والسرعه والتحمل، بيحاول يدخل جسمه في المود بتاع الوحشيه او اللي هو بقى خلاص بقى بيحاول يطلع من جسمه كل ذره قوه او استعداد موجوده جواه. بعد ما يعدي اول اسبوع او 10 ايام من المعسكر يا صديقي بنخش يعتبر في مرحله جديده اصلا، وهي بقى قلب المعسكر التدريبي او اللب بتاع المعسكر التدريبي يا صديقي. ودي الفتره بقى يا صديقي اللي انت بتشوفها على السوشيال ميديا، اللب بتاع المعسكر التدريبي او البيك بتاع المعسكر التدريبي ده بيكون هو اقوى فتره تدريب في السنه كلها بالنسبه للمقاتل. بيبدا يلعب بقى سبارنج كتير، عرق كتير، جري كتير، كارديو كتير، كل حاجه كتير. فانت لما بتشوف الجزء ده من السنه على السوشيال ميديا انت بتفتكر ان هو بيعمل كده طول السنه، وانا عايز اقول لك ان ده مستحيل تقريبا، لان يا صديقي فسيولوجيا لو اي حد عمل كده طول السنه انت هيجيلك ارهاق كبير جدا جدا طول السنه، ومش بعيد ان انت تعتزل اصلا من كتر الاصابات، لان جسمك يا صديقي مش مصمم ان انت تتعبه 365 يوم في السنه. انت مش آلة، انت عندك جسم وقلب وبترتاح وكده. طيب يا صديقي في اللب بتاع المعسكر ده بيحصل ايه؟ بيحصل اكتر محاكاه يعني لو انت الخصم بتاعك عنده المصارعه قويه شويه، فبالتالي يا صديقي انت بتحاول تخش سبارنج مع مصارعين كتير جدا جدا وتقوي يا صديقي الديفنس بتاعك ضد المصارعين. ونفس الكلام يا صديقي لو خصمك سترايكر بتلعب ضد سترايكرز كتير وبتحاول ان انت تتفادى الضربات بسرعه وتعمل كاونتر للسترايك. ويا صديقي بترسم خطه كامله وتكتيك كامل تلعب بيه الماتش ضد الخصم بتاعك. طبعا الخطه بتختلف من خصم لخصم ودي بتبقى محتاجه يا صديقي مدرب شاطر. طيب احنا كده يا صديقي تقريبا نبقى خلصنا المرحله الثانيه وهنخش على المرحله الثالثه والاخيره يا صديقي في فترات المقاتل، وهي يا صديقي الفتره اللي بتكون قبل الماتش باسبوع او 10 ايام تقريبا. ودي بقى اللي اغلبنا او اغلب المبتدئين بيغلط فيها يا صديقي، هو فاكر ان كل ما الماتش قرب اكتر انا لازم اتدرب اكتر واموت نفسي اكتر في التمرين، وده عكس اللي بيحصل تماما يا صديقي في مرحله الاحتراف. اغلب المحترفين يا صديقي في المرحله دي اللي هو قبل الماتش باسبوع او 10 ايام بس بيبداوا ان هم يخففوا التدريب تدريجيا لحد ما يريحوا تماما، علشان طبعا يا صديقي يتجنبوا الاجهاد والاصابات وكل ده. السبارنج العنيف بينتهي تقريبا والاوزان التقيله برده تقريبا بتنتهي. هو يا صديقي بيحاول على قد ما يقدر ان هو يخلي جسمه فريش وان هو برده يكون فريش قبل
قبل الماتش عشان يا صديقي ياخد 100% يعني جاهزيه لجسمه، فاهم حاجه؟ ويا صديقي برضه في مرحله الاسبوع دي بيبقى اهم حاجه واكتر حاجه المحترفين بيركزوا عليها وهي مراجعه الخطه. هو بيفضل يدرس الخطه في دماغه ويغرسها في دماغه ويعمل تخيل للي هيحصل في الماتش. واظن بس كده يا صديقي انا قلت لك الثلاث مراحل اللي المحترفين بيعدوا بيها، وقلت لك ازاي تقسم وقتك او الموسم بتاعك زي المحترفين. فاظن ان مفيش اي حد تقريبا بيقول لك الكلام اللي انا بقوله ده، فلازم تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه اللي لسه ما اشتركتش. وبس كده، سلام.